ما هو انا لما انا اقدم كل ده وفي الاخر يتسفى عليا من شويه عيال صغيره، لا انا اطلع اتكلم ومش هسكت طالما اللي قدامكوا ده ما مش عامل برضه حساب العيش والملح ومش خايف. انا سكت وما رضيتش ارفع قضيه. كان ممكن البني ادم ده يتحبس، وحرفيا من بعد الفيديو ده اي حاجه هتستفزني تاني هحبسه بيها. ما عنديش مشكله خلاص، طالما انا فضلت استر كتير استر كتير، واللي انتوا شايفينه على النت ده الله علاقه حلوه الله خرق، لا كل ده مش حقيقي. اولا البيت اللي انتوا بتشوفوني بيه فيه واللي انا كنت فيه ومتجوزه فيه ده شقتي بيتي وحاجتي، كلها حاجتي وكلها بتاعتي، ورضيت وقبلت وقلت ماشي عشان حبيت بني ادم، كل ده عشان حبيت بني ادم لا اكتر ولا اقل. تاني حاجه جزاتي ان انا يحصل لي ايه؟ اتخان واتهزق واتشتم واتهان، وقال لي طبعا مش عايزين يخربوا بيت بنتهم، ارجعي يا حبيبتي، لا معلش ادي فرصه، لا مش عارف ايه، والناس تدخل تقول لي انت ما عندكش كرامه. لا انا من زمان وانا عندي كرامه وعايزه امشي، بس انا فضلت ساكته وفضلت مستنيه ان اللي قدامي ده يتغير، وحاولت كتير اغير البني ادم اللي قدامي ده ومفيش فايده. ده غير مليون الف حاجه تانية مش عايزه اجيب سيرتها، بس اولهم ان البني ادم ده قطع لي ايدي، ده قطع لي ايدي اللي هو المفروض ان انا عارضه وان انا مراته، اللي طالع عمال يتريق على حاجه وعلى شغلي وعلى اغانيه اللي انا بغنيها دلوقتي. هو طلع بيتريق ويزيد مع الناس وخلى الناس تزيد عليا، خلى اللي هم حرفيا مش رجاله يتكلموا على عرضه ومراته اللي هي كانت مراته. حاليا انا اتطلقت رسمي قدام الناس، ومشيت في هدوء ومشيت في ادب، ما عملتش اي حاجه، كل اللي اهتميت بيه صوتي ده اكتر ولا اقل. فضلت اغني وفضلت اركز في محتوايا ده، لو ده بالنسبه لي ده كان محتواي. انما انك تبقى قاطع لي ايدي وبجح وبتدعي الدين وطلع تقول لهم انا من النهارده هصلي وانت وبتقفل الفيديو اصلا، ده انت ما عندكش حياه يا ابني، انت ما عندكش حياه، انت دمرت حياه بني ادم حبتك لا اكتر ولا اقل. لا اهلك ولا حد وقفوا في صفي ولا كانوا جنبي، وفي كل مره كانوا بيثبتوا لي ان هم حرفين مش عادي، هم بالنسبه لهم عادي، هم حرفين مش سائلين في اي حاجه. تا... تاني حاجة البيت اللي انتوا بتشوفونا فيه اللي كنا فيه دي كانت شقتي حاجتي وعفشي وبيتي، وانا اللي عملت كل حاجة، عملت كل حاجة عشان ايه؟ عشان يترد لي ده في الاخر. انا مش هسكت المرة دي ومش هعدي المرة دي اي حاجة. قطعت ايدي ده، قطعت ايدي بالمنظر ده كلها بسببه، هو اللي عامل لي في كده. فمش عشان انا سكت وما قلتش انك قطعت لي ايدي تزيد فيها وتطلع تتكلم وتطلع تعمل فيديوهات وتعمل كذا وتعمل كذا. لا هو قلة الاصل بقت علني قوي كده، لا انا مش هسكت، انا مش هسكت. هو انا لو سكت زي ما بيقولوا سكتنا له دخل بحماره، الجو ده مش هيمشي معايا. ربنا يشهد على كلامي، هم 6 شهور جواز حرفيا. اللي شفته حلو هو مليون مرة ضعف شفته وحش، مليون مرة ضعف شفت أذية. والناس تقول لي انت ما عندكش كرامة، طب ما تبعدي. اهلي اللي كانوا بيقولوا لي ارجعي وكملي يا بنتي ما تخربيش بيتك، وكنت بسمع كلامهم عشان فعلا انا كنت بحب البني ادم ده. لكن البني ادم ده انه يوصل بيه لدرجة ان انت بتتكلم على عرضك اللي كانت عرضك، يعني سيبك من اللي انا بعمله يا سيدي، انا بينت شعر رقبتي، انت شايف ان ده يعني ده كفاية ان يخليك تفجر عليا؟ لا مش هتفجر عليا. هو انا مش عشان سكت كتير خلاص انا بسببك اعصابي تعبت، وبسببك حياتي اتدمرت، بسببك هفضل اعالج ايدي واعمل علاج طبيعي ومعايا تقرير طبي. انا لو اقدر احبسك هحبسك عادي، بس انا عامله حساب العيش والملح لحد دلوقتي، مش عايزه لا احبسك ولا عايزه اذيك. وبتاخد حاجتك اللي هي ايه هي حاجتك؟ فلوس، مهر، شبكه، مش كل ده اتنزلت عنه. فين الشبكه اللي جبتها لي؟ فين؟ ما عملتليش اي حاجه، ومع ذلك رضيت ووافقت وقلت هقف جنبه عشان احنا لسه صغيرين. ده مش جزاتي بعد كل اللي انا قدمته واللي عملته ليك ولكل اللي حواليك؟ انا بعد اللي عملته ده مش جزاتي. فلوسي حتى شغلي نصها اللي كنت بتاخدها، البيت لما كنت بشارك في كل ده انا عملته واتنكر واتنسى وعادي، وطلعت عيش دور الضحيه. حتى ما فيش من بعد الحوار ده ما حصل بكل بجاحه، كل بجاحه قلت لي لو حد سالك قطعتي حاجه. والمشكله انك مصدق نفسك، يعني حتى اصحابك القريبين برضو بتقول لهم نفس الكذبه. يعني انت مش بس كفايه قدام الميديا والفضايح وبتاع، لا ده انت مصدق نفسك كمان وسط اللي حواليك. يعني ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ صحابي كلهم شاهدين عليك انك عملت فيا كده، الدنيا كلها لو مش شاهده انك عملت فيا كده انا هقول للدنيا كلها ايديا بسببك اتدمرت. انا بالمنظر ده مش عارفه احرك ايدي بسببك، صباعي مش عارفه احركه بسببك، ايدي اليمين باظت بسببك. كل حاجه في حياتي انت دمرتها لي. دمرت واحده حرفيا ما قعدتش معاك غير 6 شهور، 6 شهور جواز كانوا اوسخ 6 شهور جواز حرفيا. عملت لي انت ايه؟ ايه اللي انت ضفتهولي في حياتي؟ لا دراسه، لا دراسه كنت بتشجعني فيها ولا خرا، وكنت عايز اسيب دراستي وعايزني الغي وجودي وحياتي وكاريري وصوتي وكل حاجه. نفسك تقتلني، نفسك تقتلني بالبطيء كده، تشوفني قدامك متدمره. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني عملت لك كل ده؟
عملت لك كل ده؟ كنت كل مره بتخوني فيها وترجع لي ببوكيه الورد اللي بتجيبولي بتضحك على دماغي بيه، انا كنت ببقى عارفه وكنت بفضل اقول ماشي طب تمام هيتغير، هيجي اليوم اللي هيتغير. كل ده وبرده يعني ما فيش حتى يعني يا رب سامحني، يا رب انا هتبت. من بعد ما اتطلقنا بيومين جات لي صورتك وانت قاعد مع ناس وناس قذره وبنات وسخه. يعني انت ما بتتعظش خالص؟ ما فيش ربنا عندك؟ يعني ما فيش ربنا عندك خالص؟ يعني انت بجد حتى البجاحه وصلت لحد فين؟ نفسي افهم، نفسي افهم. لما مامتك كلمتني وقالت لي يا بنتي فهميهم بس ان الحاجه دي مش بسبب ابني، وقالت لي ذنبك في رقبتي، ذنب ابنك في رقبتي ليه؟ ذنب ابنك اللي دمر حياه بنت؟ انت عشان ما عندكيش بنت بتفتري عليا؟ عندها ولدين، هي عشان عندها ولدين بتفتري عليا انا كبنت، صح؟ تمام مفيش مشكله. انا عن نفسي دلوقتي اتكلمت، عايزين ننزل بالسكرينات وانزل بالفضايح وانزل بالخيانات وانزل بكل ده، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. انا اتخنت بعد ما اجهضت العيل اللي كان منك، اللي كان ابننا، بعد ما اجهضت مفيش، ما عداش اسبوع كنت انا نايمه وانت على الكنبه قاعد بتخني، انت على الكنبه قاعد بتكلم واحده غيري، انت على الكنبه قاعد سايب مراتك وقاعد بتكلم واحده. انت كل ده عايشه بترسم على ايه؟ عايز ايه في الاخر؟ يعني انت هتبقى مبسوط لما تدمر حياتك خالص؟ مش هتتعظ خالص؟ يعني انت عايز توصل لايه برضو في الاخر؟ انا عن نفسي المره دي اتكلمت وطلعت قلت عشان انتوا عايشين دور الصعبانيات معاه وشغالين معاه، واحنا في صفك واحنا في ظهرك. خليكوا في ظهر الناس على الاقل المظلومه، مش عشان انا طالعه باين لكم ان انا كويسه ان انا كويسه. انا بحاول بس اطلع من اللي انا فيه. ما هو اللي انا فيه ده مش هفضل فيه كتير، اللي انا فيه ده مش هفضل فيه كتير. انا هم 6 شهور حرفيا، الجواز اللي انا اتجوزتهم دول ما كانوش جواز اصلا. هو فين الجواز ده؟ هو فين الحياه اللي انا اللي عشتها؟ ولا فين الحب اللي انا رحته؟ ولا فين السفر ده؟ انا حتى شهر العسل، الناس بتقعد شهر عسل، قعدت اسبوع عسل ورجعت. يعني انا ما عشتش اي حاجه، لا من مستوايا ولا من اسلوبي ولا من حياتي، وخلاص قطعت كل حاجه، قطعت صله الوصل، قطعت حتى قرايبه وناسه اللي عندي كلهم عملت لهم فولو وشلت باحترام. يعني انت مش عامل حتى احترام للي كان بينا، خلاص انا مش هعمل احترام لاي حاجه خلاص. وانت خلاص جبت اخري.